أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من سؤال على الهوا. برحب طبعا بالناس اللي متابعينا، وبرحب بالناس اللي بتسمعنا لأول مرة. البودكاست موجود على أنغامي وسبوتيفاي وأبل بودكاست وطبعا على اليوتيوب. يلا نبدأ حلقة جديدة. مساء الخير. حلقتنا النهاردة بنسأل فيها إيه أكتر صفة بتحبها في نفسك؟ اللي حصل لي المرة دي إن أنا استغربت جدا الإجابات. ليه؟ لأنه في الوقت اللي أنا سألت فيه إيه أكتر صفة بتحبها في نفسك، الإجابات كانت غالبا إيه أكتر صفة ما بتحبهاش في نفسك. ليه الناس مش قادرين إنهم يتكلموا عن نفسهم بإيجابية؟ ليه لما ببص في المراية بشكل عام، يعني أنا مش بتكلم عن حد مخصوص، لكن لما الناس بتبص في المراية ما بتشوفش غير صفات هي عايزة تتخلص منها. الصفات اللي زي الغضب، اللي هو بزعق وبطلع وبنزل على ما فيش، دي في الحقيقة صفة انت عايز تتخلص منها، مش أحلى حاجة شايفها في نفسك. الصفات اللي زي التسامح اللي يصل إلى حد إن انت تتخلى عن حقوقك أو تتخلى عن احترامك لنفسك، دي برضو صفة مش حلوة، انت شايفها في نفسك حلوة بس يمكن هي الحقيقة انها صفة انت عايز تتخلص منها. طب ليه أصلا ما بنعرفش ندور على الصفة اللي بنحبها في نفسنا ونشكر نفسنا عليها ونحاول ننميها؟ بتهيألي عشان الموضوع مش سهل. احنا في مجتمعات غالبا بتحب تنتقد أكتر ما تشجع. يعني لما تبقى الحاجة كويسة يبقى الكلام عنها قليل وبشكل يعني فيه شوية تحري، يعني إن الناس ما تفتكرش إن أنت مغرور، يعني بيسموها على استحياء كده. لكن لما الواحد يغلط غلطة مهما كانت الغلطة دي كبيرة صغيرة، غلطة مبتدئ، غلطة واحد مش قاصد يغلط، دايما الغلطات بقت ليها اودينس كبير قوي. يمكن السوشيال ميديا هي السبب. يعني مش هتلاقي واحد، او هتلاقي بس نسبة قليلة قوي انك بتصور واحد عمل شغله مظبوط، لكن الاكتر بكتير ان بتصور واحد اهمل في شغله او اخطأ، او حتى اخطأ بدون قصد. احنا كلنا بنشوف الفيديوهات بتاعت حوادث العربيات، والفيديوهات بتاعت انه واحد مثلا واقع وقعة رهيبة عشان كان بيجري، وبنعتبر ان دي حاجة كوميدي. هي في الحقيقة كوميدي، بس ده بيورينا صورة المجتمع العالمي، مش مجتمعنا بس، صورة المجتمع العالمي اللي بقى يعزز من الأخطاء ويقلل من الحاجات البوزيتيف أو الإيجابية. ولما نبص في مرايتنا ما نشوفش غير شخص بيخطئ كثيرا ويصيب قليلا. في الجزء الأول من الحلقة دي عايزين نتكلم عن ليه نحب نتكلم عن نفسنا. ايه المشكلة ان احنا نتكلم عن نفسنا؟ ليه لما حد بيسألك حاجة عن نفسك بتلاقيك بتتردد انك تذكر الحاجات الكويسة؟ يعني دايما لو انا اتسألت مثلا ايه الحاجة الكويسة في نفسك، غالبا مش هلاقي سؤال اجابة ارد بيها بسرعة. لكن لو سألتني انت ايه الحاجة اللي مش شايفاها كويسة في نفسك، غالبا هقولك ان انا مثلا بتكلم بسرعة جدا، وده لانه بفكر بسرعة، فبالتالي اللي قدامي ممكن ما يوصلوش المعنى اللي انا عايزاه. شفتوا بقى بالتجربة العملية على طول هلاقي الحاجة اللي مش كويسة عشان اتكلم عنها. طب هل في افكار يعني او اشياء تسبب ان احنا على طول بنفتكر على طول الحاجة اللي مش اللي هي بنكرهها عشان نقولها؟ غالبا ان الانسان لو عارف ان في صفة معينة مش كويسة قوي فيه، هو أكيد كإنسان طبيعي جاهد نفسه وحاول يغيرها، وغالبا ما قدرش. الصفة لو كانت لازقة فيك وبقالها سنين معاك فهي غالبا صفة متواجدة مش بشكل يعني جيناتك، يعني مش انت مش وارثها، أو ممكن مش وارثها بالكامل، ولكن جزء منها ممكن يبقى وراثي وجزء مجتمعي وجزء إنها بقت سمة من سمات شخصيتك. يعني مثلا من الصفات اللي أنا بشوفها قد تكون يعني بتجلب على صاحبها نوع من التعاسة، انه الشخص يبقى أرجوز، يعني مضحك جدا، وجزء من مسألة البيرسونال ايمج بتاعته انه يبقى مضحك جدا لدرجة انه يضحك الناس على نفسه. يعني يتكلم دايما عن مواقف كان هو فيها متخلف او غبي او تصرف بتصرفات، يعني مش قصدي متخلف او يعني يتصرف بطريقة مش مناسبة لسنه ولا مركزه ولا تفكيره ولا خبرته.
وبيعمل كده باستمرار علشان يضحك الناس. يعني انا افتكر صديقة ليا، انا بعدها واحدة من الناس الجينيوس يعني حقيقي، ولكن كانت كل الايمج بتاعها وسط الناس انها بتتريق على نفسها، على شكلها، وعلى هي مليانة شوية تتريق على انها مليانة شوية، وعلى تصرفاتها. مع الوقت الموضوع ده بقى بردن، يعني بقت هي تعاني وبقى الموضوع فيه حمل كبير على كتافها، لان مش تقدر تخلص منه. وده جزء من الواقع اللي خلقته، والناس بتحب تقعد معاها في تفكيرها طبعا، انه الناس بتحب تصاحبها وتقعد معاها لانها عندها هذه الصفة. فما نقساش على نفسنا قوي لو في صفة احنا مش قادرين نخلص منها، لان ممكن تكون الصفة دي بقت جزء من تركيبتنا. وفي حلقة احنا اتكلمنا عن العادات، اظن ان انتوا ممكن ترجعوا لها علشان نشوف ازاي نكتسب عادات جديدة. اكتساب العادات طبعا هيبقى أسهل بكتير من اكتساب الصفات، لكن الحياة رحلة بنتعلم فيها ونحاول نوصل لأحسن شكل وأحسن تمام للشخصية في رحلتنا. لاحظت كمان إن في ناس أنا أعرفها أو بصيت على البروفايل بتاعها، ردت علينا في إجابات ما تكلمتش خالص عن نجاحاتها. يعني ما قالتش بحب في نفسي إن أنا مجتهد، وإن أنا لا أكل ولا أمل في العمل، أو في إن أنا أوصل للي أنا عايزه. ده اسمه الإمبوستر سيندروم، أو بيسموها يعني ظاهرة المحتال. الشخص ده رغم إنه هو يعني ممكن يكون مستحق جدا، بيعمل اللي عليه، بيذاكر، بيشتغل، لكن دايما حاسس إن اللي هو فيه ده وضع غير مستحق. يعني اللي هو فيه ده حصل له بسبب الحظ مثلا، أو بسبب إن هو مثلا عمل الحاجة دي في وقت معين، أو بسبب إن ناس ساعدوه. يعني هو عنده استعداد إنه يعتقد إنه اللي هو فيه ده مثلا لأنه هو كان موجود في الوقت المناسب في المكان المناسب. انتوا متخيلين الشخص ده بيحط من قيمته إزاي؟ هو شايف إنه غير مستحق. الغريبة بقى إن الواحد بيشوف الإمبوستر سيندروم ده في ناس فعلا يعني يستحقوا، عندهم جدارة. ساعات الإمبوستر سيندروم ده كمان بيبقى عنده إحساس كبير جدا بالخوف من الفشل، وبالتالي هو دؤوب قوي، أو هو دايما بيعمل بجدية مفرطة. عنده إنكار للكفاءة، يعني رغم إنه هو في أدلة واضحة لنجاحه المستمر، هو بيعتقد إنه هو أقل كفاءة من الآخرين. تخيلوا إن الشخص ده باستمرار عنده اعتقاد إنه هيتكشف في وقت معين. هتعرف الامبوستر سيندروم ده بانه شخص غالبا منشد للكمال، يعني هو باستمرار عايز يحقق الكمال والبرفكشن في كل حاجه. الناس دي محتاجه تتشجع وتعلن عن نجاحاتها وكفاءتها. مش بقول انها تكون شخص يعني مزعج ومفرط في الحديث عن نفسه. محدش بيحب الشخص اللي كل يوم يعمل بوست يحكي فيه ازاي هو عظيم وهايل وكده. ولكن ليه محدش جاوب قال أنا من الحاجات اللي بحبها في نفسي إن أنا شخص ناجح، أو إن أنا شخص دؤوب، أو إن أنا شخص بحب الشغل، مع إن دول ناس فعلا فيهم الصفات دي. من الصفات اللي أحد الأصدقاء قال إن هو بيحبها في نفسه هي صفات العون، إنه يقدم العون. يعني بمعنى أصح هو في عون أخيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. باختصار، الشخص اللي هو بيسموه المنجد، اللي بيسموه في دول الخليج صاحب الفزعة، هو شخص عنده صفة من الصفات التي يرضى عنها الله، ولازم يكون فخور بيها جدا في حياتك. ده الشخص اللي انت غالبا بتلجأ له لو في عندك أي مشكلة أيا كانت، بتلجأ له حتى علشان تسمع منه كلمة كويسة. وهو انت لما تبص على أصدقائك هتلاقي في ناس انت بتلجأ لهم بس عشان تفضفض، يعني عارف ان الشخص ده
مش هيعمل لك أي حاجة عمليا عشان يساعدك، سواء هو أراد أو لم يرد. أنت عارف إن هو ده آخره واحد تفضفض معاه ويطبطب عليك، وفي واحد أنت عارف إن هو مش هيطبطب بس لو في إيده حاجة هيعملها فعلا، وفي واحد بيبقى الاتنين. ده صاحب النجدة، ده الشخص الذي في عون أخيه. من الصفات التانية اللي الناس قالت عنها إنها صفة كويسة وأنا أظنها من أحسن الصفات، هي صفة الحلم. إنه الإنسان يقدر يستحمل ويكظم غضبه. يعني على العكس من الصفة اللي كانت موجودة كتير في ردود الناس، اللي هي أنا ببعبع وبطلع وبنزل على مفيش وبزعق وما بعملش حاجة. صفة كظم الغضب هي أساسا الصفة اللي تستحق الثناء. يعني مش الصفة الحلوة إن أنت بتقعد تزعق وتبعبع، وفي الحقيقة ان انت بتديسيميت الغضب بتاعك، يعني بتعبر عنه بكل الطرق، بتعبر عنه حتى بشكل طفولي تام، وبتطلب من الناس اللي حواليك انهم يراعوا ده، ان انت بتطلع وتنزل على ما فيش. اثناء ما انت بتطلع والكيرف بتاعك عالي ممكن تغلط وتغلط في الناس وتقول حاجات مش المفروض تقولها، ممكن حتى تفصح عن اسرار مش المفروض تفصح عنها. بيواجهوا بقى الانسان اللي يقدر يتحمل غضبه. يعني سورة الشورى فيها آية بتقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ده شيء صعب جدا، وهي دي الصفة اللي تستحق الثناء حقيقي. في صفة تانية أنا شخصيا ما لقيتش حد كتب عنها، لكن بعتبرها صفة يعني صعب قوي إن حد يتمتع بيها. وكان واحد من أصدقائي كلمني عنها وقال لي إنها تستحق حلقة كاملة، يمكن نحاول نعمل لها حلقة. الصفة دي هي العفو عند المقدرة. هل في حد يقدر يقول بكل أريحية إنه لو شخص أذاه أذية جامدة وأساء إليه أو إلى حد بيحبه يقدر يعفو عنه عندما تحين لحظة الانتقام؟ غصب عني بستحضر مشهد الناس اللي الأيام دي راجعين في غزة على رجليهم عشرات الكيلومترات عشان يلاقوا البيوت المهدودة على الأرض، ويلاقوا إنه إسرائيل حققت في نظري جزء كبير من هدفها، إنها حولت غزة لنو مانز لاند، يعني الأرض التي لا يعيش فيها إنسان. الناس دي قد يدور الزمان ده، يمكن كتير من الصهاينة مش مصدقينه أو معتبرين إنه الحياة مش دول، أو إن الدنيا مش دول وبالتالي مش هيجي لهم الدور. يعني الناس دي قد يجيء لهم الوقت إنهم يقدروا ويكون عندهم القدرة على الانتقام. أحلى صفة تتجلى في الوقت ده هو العفو عند المقدرة. هو إن أنت تقدر زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وكان أهل مكة خايفين جدا منه، لأنه ما في حد موجود لسه في مكة إلا كان أساء بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص الرسول أو لأصحابه أو لعيلته، لدرجة إنهم كانوا بيضعوا القاذورات قدام بيته، وإنهم كانوا بيعذبوا أصحابه، وإنهم كانوا في وقت ما صدروا أموال. فلما اجتمعوا حواليه ومرعوبين هو قال لهم يعني بما معناه إيه ظنكم إن أنا هعمله؟ فقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللي عنده الصفة دي لازم يعتز بيها جدا، يحاول باستمرار إنه ما يخليش غضبه يعني يدفعه للانتقام أو لإفراط في الانتقام. حتى ربنا بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. يعني حتى لو بتكره الشخص حاول تكون عادل معاه، حاول تكون يعني متسامح وتقدر تعفو عند المقدرة. من الحاجات اللي كان نفسي أسألها للناس: إيه الصفات اللي بتلاقوها حلوة في أولادكم؟ وده السبب يعني أعتقد أنه هو صفة يعني سبب ملتوي شوية، بس أنا لاحظت أن الناس يعني بتمدح في أطفالها بطريقة حقيقي. يعني ولدت عندنا كام جيل كده يعني في الكابل اوف ديكيدز اللي فاتوا اتمدح لدرجة أنه وصل للاستحقاق التام الكامل.
فتراجعت عنده الدافع للعمل أصلا، بقى قليل في بذل المجهود لأنه اتعود إنه أقل حاجة بيتمدح عليها. عارفين كده الشهادات اللي بيدوها للولاد لما يخشوا مثلا مسابقات في المدرسة، ويجيب لك شهادة تقدير كبيرة قوي لأنه أساسا اشترك في المسابقة. أنا مش ضد إن أنت تمدح الطفل، امدحه، بس امدحه بما يتناسب مع مقدار اللي هو بيعمله، اديله دافع إنه يبقى أحسن. مجرد المشاركة لا تستحق الثناء يا جماعة. ممكن يكون وجهة نظر دي مختلفة مع وجهة نظر ناس تانية، بس أنا شايفة إنه بسبب هذه السياسة أصبح عندنا جينيريشن اللي بيسموه جينيريشن زي مستحق جدا، لدرجة إنه أقل نقد بيعتبره يعني جريمة كبرى، وما عندوش استعداد اكشولي إن هو يستمع للنقد، لأنه بابا وماما كانوا دايما بيقولوا إنه هايل وممتاز وما حصلش وأحسن طفل في العالم، وكانوا دايما بيقولوا له إحنا بنحبك مهما عملت، وإحنا متقبلينك مهما عملت. فبالتالي طلع في العالم لا والله لا، الناس مش هتحبني مهما عملت، الناس محتاجة السبب إنها تحبني، حتى شريك حياتي، حتى البارتنر بتاعي، حتى خطيبتي، حتى أولادي هيكون في سبب إنهم يحبوني بسبب أشياء بفعلها. أنا مش إنسان محبوب لله في لله، فلازم أفعل، لازم يكون لي حافز إن أنا أفعل. المديح المفرط كمان للأطفال لاحظت إن هو بقى خلى عندهم شوية خوف من الفشل. يعني الولاد مش عايزين يجربوا حاجة جديدة لحسن يفشلوا فيفقدوا ميزة المديح المفرط. هو مش عايز يغلط أصلا، مش عايز يجرب إنه يغلط لحسن ده يسبب له فقد لميزة المديح. مجرد إنك تمدح الصفة في الطفل ممكن غصب عنك تقلل نموه الشخصي. هو مش عايز يكتشف الفشل لأنه عايز يفضل دايما كامل. طبعا على الحد الأقصى في أطفال بيحصل لهم نوع من النرجسية، يعني بسبب إفراط في مديحه وإنه دايما تتكلم عن صفاته الحلوة، وإنه هو يا سلام يا سلام هو وضب سريره، يا سلام هو كنس أوضته. أنا مش بقول إنك ما تقولش كده أو ما تقوليش كده، قولي كده أول مرة برافو عليك، لكن مش كل مرة. مش كل مرة هيوضب سريره أو هيشيل زبالة من أوضته دي حاجة تستحق المديح. الولاد دول بيتطوروا لنرجسيين في المجتمع، تتضخم عنده الأنا جدا لأنه بيعتقد أنه مميز بشكل استثنائي، وده مش حقيقي. كمان ما بيقدرش يتعاطف مع الناس التانيين، وكمان عمله الجماعي بيبقى قليل، هو حاسس أنه كامل مش محتاج حد. على الطرف الآخر بقى خالص في أولاد بسبب المدح بيحصل عندهم انخفاض في تقدير الذات. يعني لما يكبر بقى ومع التطور ومع خروجه للمجتمع، الطفل بيحس انه المدح اللي جاله في البيت بانه جميل جدا وشطور جدا وامور جدا ده مش حقيقي، لانه ما بيتوجهلوش من الاطفال حتى اللي حواليه، ولا من الاقران، ولا من الكبار، ولا من المدرسين. اداؤه في المدرسه مثلا مش كويس، لا يستحق ثناء، وبالتالي بيشعر انه غير مستحق لاي نوع من المدح، فتقل عنده جدا تقدير الذات، السيلف استيم، ويبتدي يشك في كل قدراته. شفتوا بقى انه الافراط في المدح على الحدين سيء جدا. لو عايزين نمدح صفة في الطفل نمدح بذله للجهد، برافو عليك ان انت عملت اقصى ما عندك. بلاش نمدح النتيجة، يعني بلاش دايما نركز على انه هو شاطر قوي انه فاز في المسابقة، مش شاطر برافو، لا شاطر قوي 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 ما حصلش قوي قوي قوي. وبالتالي نعزز قيمة العمل نفسه مش قيمة الإنجاز، علشان ما نخلقش أو مع الوقت ما نكونش شخصية بتعتبر إنه الإنجاز النهائي أهم حاجة بأي وسيلة، وإنه مستحق لمديح غير طبيعي بسبب الإنجاز ده. وإن إحنا نشجع الأطفال طبعا على تقبل الفشل. يعني أديسون قبل ما أظن إنه حتى مش هو اللي اخترع المصباح، ولكن قبل ما يوصل للمصباح أظن إنه عمل آلاف التجارب علشان يوصل للمصباح الكهربي بشكله اللي اتسمى على اسم أديسون. طبعا قصة حياة أديسون ملهمة جدا، لأنه هو كان مش عبقري ولكن كان مثابر جدا وكان بيزنس مان طبعا. إيه رأيكم نبص للنجاح عامة كقيمة تستحق الثناء، ولكن بلاش تبقى الصفة يعرف بيها الإنسان.
يعني بلاش الإنسان يعرف بإنه، أو نحاول إن احنا ما نعملش ليبل للناس بإنه ده ناجح وده فاشل. وأخيرا نفتكر إنه كل إنسان عنده صفات كويسة جدا في نفسه، لكن المهم إنه يعرف يعيش في سلام مع نفسه مع الصفات اللي ممكن تبقى مش حلوة قوي. فتعايش مع صفاتك بسلام، ما تخليش حد يقلل من قيمتك، ما تحاولش تكون مثالي. عامة المثالية مش موجودة. ويا مرايتي يا مرايتي، في ناس كتير أحلى مني، بس أنا راضي بشكلي وبشخصيتي وبمحاولتي الدؤوبة إني أكون أحسن. في الآخر الإنسان خلق فيه كبد، أنت مش مطلوب منك تعمل المستحيل. شكرا لكم على الاستماع، ومعادنا الأسبوع الجاي يوم الثلاث مع حلقة جديدة من سؤال على الهوا. سؤال الحلقة الجاي هيكون: لو ممكن تخترع وظيفة جديدة، إيه هي الوظيفة دي؟ تفكر في وظيفة هتفرق معاك في حياتك، وظيفة لو اخترعتها هتخليك أنت أسعد وأهدى وتديك وقت تعمل فيه حاجات تانية بتحبها. مرة تانية تابعونا في سؤال على الهوا على سبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست، وإن شاء الله قريبا جدا على منصة 8 على راديو 8. وأتمنى إن انتوا تعملوا فولو وتعملوا شير للحلقة عشان نعمل المرة الجاية حلقة جميلة بإجاباتكم. ردوا علينا في الكومنتس هنا على البودكاست نفسه أو على صفحتي على الفيسبوك، وأتمنى أشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.